أهلا بيكم في قناة مارل مير، وأنا مارل. قبل ما الحلقة تبدأ حط لايك واشترك في القناة وابعت الفيديو لأصحابك، ويلا نبدأ حلقة رحلة التخييم. كان جالي اكتئاب وكنت في أسوأ حالاتي، عشان كده فكرت إني أطلع رحلة مشي لوحدي. كانت الخطة بسيطة، رحلة لمدة يوم واحد، أقعد عند البحيرة وأرجع تاني يوم. الممر كان من خلال غابة كثيفة، والشمس كانت بتخترق أوراق الشجر. حسيت بالسلام لأول مرة من أسابيع. لكن وأنا بقرب من البحيرة قابلت راجل، هدومه كانت مقطعة وشعره كان مبهدل، وكان عنده حركة عصبية، عينه الشمال بترمش باستمرار، وعنده عادة مزعجة إنه بيحك رقبته لحد ما تنزف. عيونه اتقابلت مع عيني وأنا بعدي. انت جاي تستمتع بالطبيعة ولا تخربها؟ طمنته إني جاي عشان بس أتمشى وأخيم. قرب مني وقال ونفسه ريحته وحشة. لو احترمت الطبيعة هتكافئك، لو أذيت المكان ده هقتلك. ضحكت بس بسرعة، فهمت إنه كان جد جدا. بص لي لحظة وبعدين مشي واختفى في الغابة. وقفت مكاني وقلبي بيدق جامد لحد ما اتأكدت إنه مشي. البحيرة كانت جميلة. نصبت الخيمة بتاعتي وعملت نار صغيرة. لما الشمس غابت وصل مجموعة تانية حطوا مخيمهم بعيد شوية عني. كانوا 4، 2 رجالة و2 بنات. كانوا بيضحكوا ويتكلموا بصوت عالي. دخلت في المخيم أنام. قريت شوية من الكتاب وبعدها حاولت أنام بالرغم من ضحكهم العالي اللي كان بيعمل صدى في الغابة. لكن فجأة كل حاجة اتغيرت. صحيت على صرخات. خرجت بسرعة من الخيمة وقلبي بيدق بسرعة، مش فاهم إيه اللي بيحصل. كان في فوضى في المخيم التاني، وللحظة فكرت إن ممكن يكون دب هاجمهم. لكن في ضوء القمر شفته، الراجل المجنون كان بيهاجم المخيمين التانيين. كان بيتحرك بدقة مرعبة. كان في راجل حاول يدافع عن نفسه لكن اتغلب عليه. الراجل المجنون غرز السكينة في صدره. صرخاته اتحولت لغرقات والدم كان بيخرج من بوقه. البنت التانية جريت ناحية الشجر، لكنه مسكها بسهولة وسحبها من شعرها، وكانت بتصرخ وهو بيخبط راسها في صخرة لحد ما سكتت. لا يا رب، لا يا ربي. غطيت بقي بايدي مصدوم. المخيمين الاتنين الباقيين حاولوا يهربوا لكنه ما كانش بيرحم. رمى سكينة وأصاب الراجل التاني في ظهره. وقع وهو بيتقلب من الألم. الراجل المجنون قرب منه وأنهى عليه بضربة على جمجمته. البنت الأخيرة جريت في اتجاهي وهي بتصرخ تطلب المساعدة، لكنها وقعت ولويت رجلها. حاولت تزحف لكنه كان عليها في ثواني. رفعها من رقبتها وقطع رقبتها بالسكينة الحادة بتاعته. جسمها ارتعش وبعدين ماتت. استخبيت ورا شجرة وبصيت عليه بهدوء. الراجل المجنون كان واقف وسط المجزرة وعيونه بتمسح المنطقة. بعدين كأنه حس بوجودي، التفت وبص مباشرة علي. جريت بسرعة في وسط لا، الغابة. أرجوك. الفروع لا. كانت بتخبط في وشي والجذور كانت بتكعبلني، لكن الأدرينالين كان بيخليني أتحرك. ورايا كنت سامع صوت خبطه في الأشجار وصوت نفسه بيقرب. وقعت وشعرت بألم شديد في رجلي. زحفت ودخلت وسط الشجيرات. غطيت نفسي بالأوراق والأغصان. وقف قريب مني. كنت سامعه بيحك رقبته. عارف إنك هنا، اطلع اطلع، ما تقلقش، مش هأذيك. هم أذوا الطبيعة وعاقبتهم، أما أنت ما تخافش. حبست نفسي، عضيته على شفايفي عشان ما أعملش صوت. بعد ما حسيت إنه عدى وقت طويل مشي. فضلت مستخبي لحد ما السماء بدأت تنور. مشيت وأنا بعرج ورجعت للبحيرة. المكان كان مشهد مروع. جثث المخيمين كانت في مكانها اللي وقعوا فيه، الدم مغرق الأرض، ودوبين صغيرين كانوا بياكلوا منهم. ما وقفتش. لقيت محطة حراسة صغيرة على الطريق ووقعت. حكيت لهم عن الهجوم. اتصلوا بالسلطات على طول ومسحوا المنطقة بالطيارات بيدوروا على الراجل المجنون. الخبر كان في كل الأخبار، لكن المفاجأة إنه هم ما لقوهوش. قالوا إنه راجل مجنون بيهاجم المسافرين اللي بيأذوا الطبيعة، لكنه ما قتلش قبل كده. بدأوا حملة تفتيش لكنه ما تلاقاش. في النهاية، شكراً لمشاهدتك الحلقة كاملة، ولو عجبتك القصة ما تنساش تكتب كومنت علشان تعليقك يظهر في آخر الحلقة. ويلا سلام من غير باي.